طول الوقت بسأل نفسي السؤال ده في سري ومش بحب أقوله، بس بما إنكم خلاص واخدين على الحج وصراحته فأنا هسأل السؤال ده المرة دي بصوت عالي. هو إيه كمية الحاجات المقرفة دي اللي بتحصل في وقت الصيام؟ انت راجل فاطر. طيب احنا ناس صايمه. انت راجل الشطاب انا السيجاره دي امشي. كل سنة لما شهر رمضان بيبدأ أقول خلاص السنة دي إن شاء الله مش هيحصل اللي بيحصل كل سنة في الصيام، وبرضه بيحصل. لما ندخل في العشرة الأواخر زي اليومين دول أقول خلاص أيام مفترجة وليلة القدر، وبرضه مفيش فايدة. نفس القرف بيحصل كل سنة وبيتكرر، ده كمان بيزيد كل سنة عن السنة اللي قبلها. وعلى الرغم من إن الناس واخدة الموضوع بهزار، لكن أنا محتاج أعرف هو ليه بيحصل كده؟ إيه السبب اللي بيخلي الناس أخلاقها زي الزفت وهم صايمين؟ وقبل ما تنزل تعمل كومنت متسرع زيك وتقول لي لا يا حاج الصيام ده بيهذب الروح والكلمتين اللي بتحفظهم دول، اصبر واسمع الكلام للاخر. انا عارف يا اخويا ان الصيام المفروض يهذب الروح والاخلاق تبقى كويسه والكلام ده، ما انت ما جبتش تايهه يعني يا اذكى اخواتك. انا سؤالي هو ليه بالرغم من ان الصيام مفروض يعمل الحاجات الكويسه دي ده مش بيحصل؟ وليه الناس بتتعامل بمنتهى قلة الذوق وقلة الأدب وبجليطة وعصبية زي ما أنا لسه عامل معاك من شوية لما كلمتك في الكاميرا دي؟ ومش بس كده، أنا عايز أعرف كمان ليه الناس في الصيام مش بتشوف شغلها كويس؟ ليه عايزين يمشوا العالم على مزاجهم؟ ليه الرجالة في الصيام بيتنططوا ويزعقوا لمراتاتهم على الفطار عشان الأكل ناقص شوية ملح ولا أي حاجة تافهة زي دي؟ ليه كل واحد عايز يتعامل معاملة إن هو الشخص الوحيد اللي صايم وإن الصيام ده يا عيني خلاص بقى مخلص عليه وموته؟ المفروض بقى كلنا نعامله كانه عيل صغير لسه مولود عشان ما يعيطش. وعشان ما بقاش بقى راجل ضلالي بتبلع الناس، رحت ادور واشوف هو ايه اللي بيحصل للجسم وقت الصيام، يمكن الاقي حاجه تفهمني اللي بيحصل ده. وما تخافش الحلقه مش هتقلب حصه احياء، لكن ده جزء مهم للكلام اللي جاي وضروري تكمل معايا عشان لو سمعت حته ومشيت مش هتفهم اللي انا جاي اقوله. وبالمره كده وانت قاعد بقى اعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي يعني. المهم لما دورت اكتشفت ان الجسم في وقت الصيام نسبة السكر فيه بتقل عشان الاكل والشرب فيه ممنوعين طبعا. هتقول لي طب وايه المشكلة يا حاج؟ هقول لك المشكلة ان الجلوكوز ده مصدر مهم جدا للطاقة اللي بتوصل للمخ، يعني لما بيقل المخ مش بيشتغل بنفس الطاقة العادية بتاعته. وكمان لما السكر في الجسم بيقل التركيز بيقل وسرعة معالجة المعلومات في دماغك بتكون أبطأ. ده غير كمان بقى ودي النقطة الأهم إنه لما بيقل التوتر بيزيد والعصبيه كمان بتزيد. ده غير بقى الناس اللي بتكون متعوده على الكافيين، كوبايه شاي بقى ولا فنجان قهوه في اول اليوم ولا نسكافيه ولا اي حاجه من الحاجات دي، جرعه الكافيين دي لما الجسم يكون متعود عليها وفجاه ما ياخدهاش بيحصل له اعراض انسحاب زي الصداع وقله التركيز وبطء في التفكير. فبالبلدي كده بتحس كأن دماغك مهنجه، وبرضه ده ساعات بيعمل توتر وبيخلي المزاج متعكر. وغير برضو كمان الناس اللي بتكون مدخنه ومتعوده على النيكوتين، الجسم برضو لما مش بياخد جرعه النيكوتين بتاعته الموضوع بيكون زي الكافيين وبيحصل له اعراض انسحاب. والاعراض دي بتكون برضو صداع ومزاج متعكر، وكمان الواحد بيحس بخنقه من جواه، وطبعا برضو بيخلي الواحد متوتر وعصبي. وكمان في رمضان الشغل عندنا مواعيده بتتغير في اوقات كتير، وناس كتير من اللي بتكون شغاله الصبح بدري بتكون نايمه عدد ساعات قليل او بتكون نايمه نوم متقطع طول الليل عشان بيناموا بعدين يصحوا يتسحروا بعدين يناموا بعدين يقوموا للشغل واللخبطه دي كلها، وده برضه بيعمل مشاكل وتوتر وعصبيه. فتخيل بقى انه في ناس بتمر بالحاجات دي كلها على بعض. ولو انت دلوقتي بتتفرج عليا وانت صايم هتقول لي طب ما الموضوع طلع ليه اسباب علميه اهو يا حاج، وان الواحد فعلا في الصيام بيحس بتوتر وعصبيه. امال انت عامل الدوشه دي ليه من اول الحلقه ومصدع دماغ ابونا؟ هقول لك صحيح ان دي كلها حاجات بتخليك تحس بالعصبيه، لكنها مش مبررات تخليك تتصرف بعصبيه. وعلى الرغم من ان كلامي يبان مش منطقي، لكن انا هثبت لك دلوقتي انه كلام منطقي عادي. لو انت دلوقتي مثلا راكب اتوبيس ومروح بعد الشغل وفي السكه حسيت انك عايز تدخل الحمام، هل ده مبرر يخليك تقلع بنطلونك وتروح عاملها كده في قلب الاتوبيس؟ لو اجابتك كانت فانت انسان مريب جدا الصراحه. طيب هل مثلا بقى لو في يوم من الايام انت قاعد في مطعم وطلبت اكل والاكل ده لسه ما نزلش والترابيزه اللي جنبك بقى نزل عليها شويه اكل، الريحه اللي طالعه منه دي يمكن احلى من الاكل اللي انت طلبته ولسه ما جاش، ريقك بقى جري على الريحه بتاعت الترابيزه اللي جنبك دي، هل ده مبرر يخليك تقوم وتقعد على الترابيزه دي وتمد ايدك مع الناس اللي مش عارفينك وتاكل معاهم؟ ولو كانت اجابتك برضو فصدقني انت مش بس مريب، انت انسان مريب وبكس كمان. الناس الطبيعيه في الحالتين اللي قلتهم والحالات اللي شبههم
اكيد مش هيعملوا الحاجات الغريبه دي. طب ليه مش بيعملوا كده؟ عشان مش كل اللي بيجي في دماغنا بنعمله، واظن دي حاجه معروفه يعني من الاخر. واللي انا اصلا كمان عايز اقوله من ورا كل الكلام ده، انه في فرق بين الشعور والسلوك. الشعور هو الاحساس الداخلي اللي الواحد بيكون حاسس بيه، جوع، عطش، استثارة، توتر، غضب، وهكذا. والشعور مش بيكون ليك اي يد فيه، يعني الاحساس بيه مش بيكون بمزاجك. مفيش مثلا زرار هتدوس عليه يخليك تبطل حزن او تبطل توتر او تبدا تحس بفرحه. والله يا ريت يعني كان معانا الزرار ده، ولكن للاسف هو مش موجود مع اي شعور سواء سلبي او ايجابي. اما بقى السلوك فهو التصرف اللي انت بتاخده بناء على الشعور ده، وده بقى بيكون ليك يد فيه، لانك بتقرر اللي انت هتعمله هيكون ايه. وده بمنتهى البساطه عشان انت انسان مش حيوان ولا بهيم. عندك جزء في مخك اسمه بري فرونتال كورتكس او القشره الجبهيه الاماميه، وده جزء مسؤول عن اتخاذ القرارات المنطقيه وبيخليك تتصرف بشكل عاقل. واتكلمنا عنها قبل كده في حلقه الايحاءات الجنسيه، ابقى ارجع اتفرج عليها بعد ما تخلص الحلقه دي. لو رجعنا بقى تاني للصيام واللي بيحصل فيه، فكل الحاجات اللي بتحصل اللي انا قلتها من شويه هي بتوصل في النهايه لشعور مش لسلوك. يعني فعلا صحيح انك علميا في الصيام ممكن تحس بتوتر وعصبيه، لكن ده عمره ما يكون مبرر انك تتصرف بعصبيه وزعيق وشتيمه والحاجات اللي بتحصل دي كلها. ولو عايز تتاكد اللي بيحصل ده بيحصل بمزاجك ولا غصب عنك، فتخيل انك سايق عربيتك في الصيام وكمان مخنوق من الزحمه، وفجاه عربيه خبطت فيك، بتبص لقيتها عربيه البوليس وقاعد جواها لواء. هل هتنزل تتخانق معاه وتضربه زي ما كنت هتعمل لو اللي خبطك ده سواق توك توك، ولا هتقول اللهم اني صايم؟ طب لو انت شغال في مكان ومش بتخلص مصالح الناس ولا بتخلص الشغل اللي وراك عشان انت عيني صايم، وسمعت ان النهارده في تفتيش جاي من الوزاره وهيكون في جزاءات وخصومات من المرتب، وانت محتاج فلوس المرتب كلها عشان العيد، هل ساعتها هتشتغل بنفس الدلع اللي انت فيه ولا هتشوف شغلك عدل؟ خليك كده صريح مع نفسك وشوف انت هتعمل ايه، وساعتها هتعرف ان فعلا في فرق بين الشعور وبين السلوك. طيب لما هو الموضوع كده، ليه الناس بتتصرف بشكل مش حلو في الصيام؟ يعني ايه اللي بيخليهم يختاروا يتصرفوا بشكل وحش؟ وهل معنى الكلام اللي انا قلته انه مستحيل في اي وقت من الاوقات ان الواحد سلوكه يسبق تفكيره؟ لو انا قلت لك انك طول الوقت مسيطر على افعالك وتصرفاتك هكون راجل كذاب. احنا برضو بني ادمين، يعني ساعات عادي ممكن نغلط او ممكن يحصل لنا قله عقل، وممكن عادي التصرف اللي ناخده بتسرع من غير ما نفكر فيه. فيعني الكلام اللي انا بقوله من اول الحلقه هو كلام معناه انك مثلا في وقت العصبيه بيكون عندك كذا اختيار وانت بتختار انك تزعق وتشتم، مع انك ممكن يكون عندك اختيارات تانية زي انك تسكت او تقوم تاخد بعضك وتمشي من المكان او اي حاجه انت ممكن تعملها. لكن اكيد في وقت بيجي عليك انت بتتعصب وتشتم من غير ما تكون اخترت ده. في الحاله دي انت التصرف بتاعك وسلوكك سبق تفكيرك. طيب امتى بيحصل لك كده؟ بيحصل لك كده في اكتر من حاله. ممكن يحصل لك كده في حاله ان الشعور اللي بتكون حاسس بيه واصل لمرحله عاليه جدا، يعني تكون حاسس بعصبيه من جواك اكتر من الطبيعي بكتير، او تكون حاسس بتهديد او غيرها من الاحاسيس اللي بتكون في مستوى اعلى بكتير من مستواها الطبيعي. في الحاله دي القشره الجبهيه مش بتكون هي اللي مسيطره، اللي بيكون مسيطر في دماغك جزء تاني اسمه اللوزه الدماغيه او الاميجدالا. واللوزه دي دورها الاساسي هو انها تخليك تفهم ان في خطر جامد او تهديد موجود دلوقتي عشان تتصرف على اساس ان دي حاله طوارئ. لكن في حاله الغضب الشديد اللي انت فيه ساعات بيحصل حاجه اسمها اميجدالا هايجاك او اختطاف اللوزه الدماغيه، ودي من الاخر معناها ان دماغك اللوزه فيها بتاعه الاحساس بالطوارئ بتشتغل قبل ما القشره الجبهيه بتاعه التصرفات العاقله دي تشتغل، وساعتها بتتصرف بغشوميه. وطبعا احنا من كتر ما الناس ما بقتش واثقه في نفسها بقت شايفه كل حاجه حواليها تهديد، وكله شايل لوزته الدماغيه على كتفه ومدور الشتيمه والخناق مع الكل. تاني حالة بقى ممكن تخلي سلوكك يسبق تفكيرك هي ان سلوكك الوحش ده يكون اصلا هو السلوك الطبيعي بتاعك. يعني في وقت من الاوقات انت حسيت بعصبية فانت قررت تتصرف وقتها بسبب العصبية دي بالزعيق والشتيمة، ومرة تانية حصل نفس الكلام، ومرة تالتة نفس الكلام، ومرة ورا مرة خلاص المخ اتعود على الوضع ده، رسم مسار جواه بيقول لو في احساس بعصبية التصرف هيكون زعيق وشتيمة وقلة أدب، وبعد كده المخ بيتصرف لوحده على أساس اللي هو اتعود عليه. وهنا في الحالة دي الصيام مش بيكون سبب للي بيحصل، بالعكس هو بيكون حاجة بتكشف المعدن الحقيقي للشخص. اللي متعود على التعامل الكويس الصيام هيخليه يتعامل كويس مع الناس، واللي واخد على الزعيق والشتيمة وقلة الضمير هياخد الصيام
حجه للحاجات دي. طيب هل الموضوع كده ملوش حل يعني؟ لا، ليه حل، بس هقول لك عليه بعد ما نجاوب باقي السؤال اللي احنا لسه ما جاوبناش عليه. ما هو الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده واللوزه والقشره والكلام ده هي في حالات خاصه مش بتحصل كتير، لكننا لسه ما جاوبناش على السؤال المهم واللي هو اصلا سؤال الحلقه: ليه في ناس بتختار بشكل واعي انها تتصرف بشكل وحش في الصيام؟ اول سبب للموضوع ده هو ان في ناس كتير جدا شايفه ان كل اللي قلناه في الحلقه ده مبرر للتصرفات الوحشه. يعني انا دلوقتي ما شربتش فنجان القهوه بتاعي ومصدع فابعد عن طريق، انا روحي في مناخيري عشان عايز اشرب سيجاره فمش وقتك، انا حاسس اني تعبان من قله الاكل والشرب فاللي هيجي لي على سكه بهدله. يعني من الاخر النوع ده من الناس بيكون شايف ان الشعور مبرر للسلوك، وده زي ما قلنا من شويه انه كلام مش صح. تاني نوع من الناس هو النوع اللي بيكون مش متحمل الصيام وبيكون حاسس فيه بتأييد للحريه، ولما بيحس بالتأييد بيبتدي يحس بالخنقه، وعشان يخرج الخنقه دي اللي هو حاسس بيها بيوجهها ناحيه حاجه تانية في صوره عصبيه او خناق او شتيمه او غيره، وده برضو مش صح وهقول لك ليه كمان شويه. تالت نوع من الناس بقى هو النوع اللي بيكون شايف ان صيامه ده تضحيه كبيره منه، وان هو الوحيد اللي على الكوكب اللي حاسس بتعب الصيام، كانه هو اللي صايم لوحده ومفيش حد غيره صايم. وده بيكون اسوأ نوع فيهم كله، لانه بناء على نظرته ان مضحي بقى وتعبان بيكون مستني مكافاه من اللي حواليه. المكافاه هنا مش مكافاه ماديه، مكافاه معنويه، مكافاه بيكون مستنيها في صوره ان كل الناس اللي حواليه تحس ان هو مضحي زي ما هو شايف نفسه مضحي. فاللي هو بيكون مستنيه من جواه ان كل واحد حواليه يقول انا مش هتكلم معاه واطلب منه حاجه اصل هو صايم وتعبان، انا مش هطلب منه يخلص شغله عشان هو صايم ومش قادر، انا هتعامل معاه بمنتهى الحنيه عشان هو مش هيقدر يستحمل عشان الصيام. وبسبب نظرته لنفسه انه مضحي ساعات بينفجر في وش الناس اللي هو شايف ان هم بيقلوا منه وهو صايم. يعني ممكن يتضايق جدا لو واحد بياكل ويشرب قدامه حتى لو كان مسيحي او كان عنده عذر يفطر عشان، يتخانق مع مراته ويقلب الدنيا لو الاكل طعمه مش مظبوط، وكانها بقى قاعده في دلع طول اليوم مش صايمه زيها زيه. هو عشان صايم عايز يخلي العالم والدنيا حواليه على مزاجه عشان هو صايم، ومفروض الناس كلها توافق باللي هو عايز يعمله ونفسه فيه عشان هو صايم. حاجه في منتهى القرف يعني. ولو بصيت بنظره سريعه كده على نوعيات الناس اللي بتختار بعقل واعي التصرفات دي كلها في الصيام هتلاقيهم كلهم مشتركين في حاجه واحده. حاول تخمن ايه هي الحاجه دي، هسيبك ثانيتين. كلهم بيوجهوا دايما السلوكيات دي ناحيه الشخص اللي اضعف منه، او بمعنى تاني هو عارف ان اللي بيعمله ده مش هيحصل له من وراه اي عواقب. يعني الموظف الحكومي او حتى اللي في القطاع الخاص ومش عايز يشوف شغله، هو عارف ان المواطن اللي قدامه ده مش هيعمل حاجه وغصب عنه هيسكت عشان يمشي مصلحته. والراجل اللي بيتعصب على مراته ولا بنته هو عارف ان هم مش هيقدروا يعملوا حاجه عشان هم اضعف منه. ونفس الحال مع المسيحيين، هو عارف ان مفيش في ايديهم حاجه يعملوها. وهكذا بقى مع اي حد بيستقوا على اي حد باي مسمى. طيب ايه بقى الحل لكل الكلام اللي قعدنا نتكلم فيه ده؟ اول حاجه هي اننا نبطل نستقوى على بعض، دي لوحدها كفيله تخلي معظم الهبل ده كله يختفي. يعني لو كل واحد اتعلم يحترم التاني مهما كان التاني ده عامل ازاي مختلف عنه ازاي، الدنيا هتكون احسن في العموم مش بس في رمضان. تاني حاجه هو انك تفهم اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقه بتاع الفرق بين الشعور والسلوك، وانك مش معنى انك حاسس من جواك بحاجه تتصرف على اساسها تصرف غلط، عشان بالشكل ده مفيش فرق بينك وبين البهيم. وتفهم كمان ان الموضوع ده مفروض تطبقه على اي شعور في الدنيا في اي وقت، يعني مش وقت الصيام بس. فانت كل ما تتصرف تصرف متخلف وترجع تقول اصل انا كنت حاسس بكذا، قول لنفسك انا بهيمه. تالت حاجة هو انك في الطبيعي والايام العادية تعود مخك على ان التصرفات بيكون في تفكير قبلها، مش كل مرة تحس نفس الاحساس تروح عامل نفس السلوك. تقول لي خلاص يا حاج فات اوان الكلام ده وخلاص بقى طبع فيا اني لما اتعصب اشتم او اي حاجه شبه كده. هقول لك ان ده كلام غلط برضه، لان مخك عادي ممكن يرجع يتعود على حاجه وطبع جديد غير اللي انت ماشي بيه طول حياتك. وكلمتك بتفصيل اكتر في الموضوع ده في حلقه بعد ما شاب في برنامج السم في المثل اللي انت ما بتتفرجش عليه برضه. واكتر حاجه بتخليك تتعود وتدرب نفسك على التصرفات بالعقل هي الصيام، وده هيودينا لرابع نقطه في الحل اللي هي فهم فكره الصيام من الاساس. الصيام مش تأييد للحريه مع ان شكله الخارجي بيقول كده، بس انت لو فكرت بشكل اعمق شويه هتلاقي الصيام بيخليك تعمل حاجه تانية خالص. والحاجه التانية دي مش انك تحس بالفقراء، الكلام ده غلط. ولو كان صح كان زمان الصيام ده زي الزكاه، فرض على اللي معاهم قدر معين من الفلوس. لكن الوضع مش كده، الصيام فرض على كل الناس، الغني
والفقير. وبعدين ما انت فقير وبتصوم اهو، ولو اتعصبت قوي بتقول لي لا يا حاج انا مش فقير، هقول لك يا ابني انت خايف تشغل الحلقه دي على 1080 لحسن النت يخلص. المهم بس خلينا ما نسرحش، الصيام هدفه الاسمى هو انك تتقي الله، وده اللي ربنا قاله. ولكن لو بنحاول نلاقي فايده للصيام فمش هنلاقي فايده اكبر من انك تسيطر على نفسك، وده اللي انا عمال اقوله من اول الحلقه خالص. الصيام هو اكتر حاجه بتخليك ماسك نفسك ومسيطر عليها، مسيطر عليها في الحاجات العاديه مش بس في الحاجات الحرام. وده مش تأييد للحريه، بالعكس الحريه مش انك لما تعوز تعمل حاجه بتروح تعملها، الحريه اللي بجد هو ان مفيش حاجه تكون مسيطره عليك ومشياك حتى لو كانت الحاجه دي هي جسمك واحتياجاته. الحريه الحقيقيه هي انك تكون انت صاحب القرار، انت اللي بتفكر وبتقرر القرار الصح. والكلام ده الناس مش فاهماه ومش بيحصل خالص وهم صايمين، بالعكس الناس بتاخد الصيام حجه عشان تعمل حاجات ضد مبدأ الصيام اصلا، ومش قادرين يفهموا ان الاخلاق الكويسه مش بس مربوطه بالظروف المثاليه، بالعكس الاخلاق الكويسه هي اللي بتكون موجوده في الظروف اللي مش مثاليه، ومش قادرين يفهموا ان نظرتك للموضوع بتغير احساسك بيه. فانت لو حسيت في الصيام انك بتسيطر على نفسك هتحس بالقوه، ولو حسيت انك متاخد منك حريتك هتحس بالخنقه. او زي ما قال الفيلسوف ابيكتيتوس، لا ينزعج الناس بسبب الاشياء بل ينزعجون بسبب نظرتهم تجاه تلك الاشياء.